قبل ما نبدأ نصلي على النبي، ولو عجبك ملخصنا ما تبخلش علينا بلايك وتعليق، وشكرا على المشاهدة. وبنروح لقرية صغيرة في الصين، وبيكون في بنت صغيرة حزينة وبتعيط، فبينزل باباها المية وبيعمل لها حركات علشان يضحكها. بتفرح البنت وبتكون سعيدة من اللي باباها بيعمله. فجأة بدأ باباها يعمل حركات لا إرادية، وبتكون فاكرة إن هو بيلعبها. بتشوفه وهو بيتسحب تحت المية بقوة غير طبيعية، وبتكون البنت سعيدة جدا وفرحانة من اللي هي شايفاه. وفجأة الدم بيملى المكان، وبعدها الناس جابت صياد الشياطين، بس بيكون نصاب وبيضحك عليه. بيطلع قنبلة وبيرميها في المية، وبتعمل صوت قوي جدا وبتموت سمكة كبيرة وبتعوم على وش المية. فبيضحك عليهم وبيقول لهم ان كان لابسها شيطان، هو ده اللي كان بيموت الناس، وانا خلصت عليه وانتوا دلوقتي في امان. يكونوا اهل القرية فاكرين ان هم كده خلصوا على الوحش. فبيظهر واحد وبيقول لهم السمكة اللي ماتت دي سمكة عادية، والوحش ما ماتش ولسه موجود في البحيرة، وان هو مش صائد شياطين ولا حاجة، ده نصاب وبيضحك عليك ولازم تصدقوا كلامه. بيعرفهم على نفسه بيقول لهم انا تانج صايد شياطين، بس للاسف ما فيش حد بيصدقه في القرية. وبيضحك عليهم النصاب وبيقول لهم ده شيطان ولازم تموتوه. فبيتلم عليه اهل القرية وبيضربوه، بيربطوه بحبل وبيعلقوه لغايه ما يخلصوا عليه، وبيطمنوا الناس وبينزلوا الميه يحتفلوا ويرقصوا، بيكونوا فرحانين جدا. وفجاه بتهجم عليهم السمكه المتوحشه وبتبلع واحده منهم، وبيكونوا مرعوبين جدا من اللي شافوه، بيطلعوا من الميه باقصى سرعه. فبيقول لهم الصائد النصاب ما تخافوش علشان بعدتوا عن الميه. وفجاه بتطلع السمكه المتوحشه لسانها وبتسحب واحد منهم وتخلص عليه. بتكون البنت الصغيره بعيده عنها، بتحاول مامتها تحذرها، فبتترعب البنت اكتر وبتجري على مامتها، وقبل ما توصل لها بتطلع السمكه المتوحشه لسانها وبتشدها، بيحاولوا ينقذوها قبل السمكه ما تبلعها. في اخر لحظه بيجي واحد من وراهم وبيقطع لسانها، فبتقع البنت ومامتها بتحاول تنقذها. فجأة بتنط السمكة المتوحشة وبتبلعها، فبتغضب أمها وبتكون في حالة جنون، وبتاخد السيف وبتنط في المية على أمل إن هي تنقذ بنتها. وهي في المية بتظهر لها السمكة المتوحشة وبتترجاها إن هي ترجع لها بنتها. نعرف إن الأم بتضحي بنفسها في سبيل إنقاذ أولادها، وبتهجم عليها وبتاكلها. تكون السمكة غضبانة جدا وبتكسر في المباني اللي هم عاملينها. بيفقدوا مجموعة من الناس التوازن بتاعهم، بيقعوا على الخشب، وواحدة منهم بيفلت ابنها من إيديها غصب عنها. تكون السمكة المتوحشة في انتظاره، يكون تانج حرر نفسه وبيظهر في آخر لحظة وبينقذ الطفل قبل السمكة المتوحشة ما تبلعه، وبيحاول يجيب الطفل ناحيته علشان يبعده عن الخطر. وفجأة بتهجم عليه السمكة بس بيهرب منها في آخر لحظة، وبينط تانج بكل قوته، وبتطلع السمكة على الخشبة وبتبعد عن المية، وبينط علشان يطلع يدي الطفل لأمه، وبتكون فرحانة جدا إن ابنها رجع لها تاني. بيروح تانج يدور على صيد الشياطين النصاب، وبيشده من إيده بس بيكون جبان ومش عايز يعمل حاجة. فجأة بتظهر أتخن واحدة في القرية وهي بتجري بتعمل زلزال في المكان، وتانج بيكون مصدوم وهو شايفها. فجأة بتنط على الخشبة وبتبعد السمكة المتوحشة عن المية، وهي نازلة بتقع على صيد الشياطين النصاب قبل ما يهرب، بتعمله رسمة في الخشب وبتخلص عليه. في اللحظة الأخيرة بتتحول السمكة المتوحشة لإنسان، وبيكونوا أهل القرية غضبانين جدا وبيتلموا حواليه بيكونوا عايزين يقتلوه. وفي آخر لحظة بيظهر تانج وبيبعد الناس عنه، وقال لهم سيبوه أنا هعالجه وأطلع الشيطان اللي جواه، وقعد يغني له أغاني وصوته وحش جدا. بيتعصب الشيطان وبيقعد يضرب فيه، وقبل ما يخلص على تانج بتظهر واحدة وبتشد الشيطان من شعره، بتقعد تضرب فيه بكل قوتها، وبتحطه في قماشة سحرية وبتقفل عليه، وبتعمله زي الحجاب وبتوريه لهم. وبنعرف إن هي اسمها ديوان وبتكون صيادة شياطين، وتانج بيعرفها على نفسه علشان أنقذته، وبيوريها لها الكتاب اللي بيستخدمه في صيد الشياطين. فبتفتح الكتاب وبتشوف اللي جواه، تقعد تضحك عليه قدام أهل القرية، بيتلم حواليها الناس وبيشكروها على اللي عملته لأنها أنقذتهم من الشيطان. بيروح تانج لمعلمه وهو بيعيط وبيقول له أنا فشلت في صيد الشياطين، وبيقول له من الصعب جدا تحويل الشر لخير، وبيوري له المهمة التانية اللي هيقوم بيها. بيعرفه إن في شيطان فتح مطعم بيستخدم اللحم البشري في الأكل، ولازم تروح هناك علشان تخلص عليه. فبيمشي تانج وبيوصل للمطعم، وبيدخل وبيلاقي ناس كتير موجودة هناك وبيكونوا مستمتعين جدا بالأكل، وهو جوه بتستقبله واحدة وبتحكي له على الأكل والمطعم، واحنا بنقدم أشهى الأكلات. وفجأة بيحس بيها تانج وبيعرف إن هي شيطان، بيقول لها ظاهرة على شكلك الحقيقي، فبتعرف إن هو صيد شياطين. وبيظهر الشيطان اللي جواه، يكون تانج مرعوب جدا منه مش عارف يعمل إيه. وفجأة بتظهر دوان في آخر لحظة وبتقعد تضرب فيه، وبتحول الشيطان لرماد، بيهاجموها كل الشياطين اللي موجودين في المطعم، وبتخلص عليهم دوان واحد واحد وتحولهم لرماد باستخدام الحلقات السحرية بتاعتها. بتنادي بأعلى صوتها على زعيم الشياطين بتاعها، وفجأة بيظهر واحد من وراها وبيحاول يضربها بس بتاخد بالها منه وبتقعد تضرب فيه، بس بيكون أقوى منها وبيتصدى لكل الضربات بتاعتها. وفي اللحظة الأخيرة بتضرب واحدة في وشه وبتطيره بعيد، وبتحط دوان إيديها على الأرض وبتطلع حلقات كتير جدا وبتحدفها على الشيطان وبتيجي في وشه، وبيظهر الشيطان اللي جواه وشه بيتحول على شكل خنزير، بيتصدى للحلقات بكل قوته باستخدام السلاح اللي معاه، وبيكون خلاص هيخلص عليها. بس دوان بتنقذ نفسها في اخر لحظه، تستخدم الحلقات بتاعتها في تصدي الضربه وبتبعد السلاح عنها بكل قوه. فجاه بتنط دوان من وراه وتحط له حلقه في رقبته وبتقعد تضرب فيه ويتحول لخنزير مقرف. فبتعرف دوان ان هو ده الشيطان الخنزير القوي، وبتحاول تمسكه بكل قوتها علشان تعرف تسيطر عليه، وبتنادي لتانج علشان يتخلصوا منه، بس بيكون خايف جدا وبيسمع كلامها وبيجري عليه.
واول ما بيشوفه بيتصدم. تطلب منه انه يبوس الخنزير علشان يتخلصوا منه. بيحاول تانج انه يشجع نفسه علشان يعمل كده، بس بيكون قرفان جدا منه ومش قادر. فجأة بيمسك الخنزير تانج من رقبته، فبيقرب منه وبيبوسه في اخر لحظة. بيشفط الخنزير وبيدخله جواه وبيغمى عليه. فبتلحقه ديوان بسرعة وبتشفط من جواه الخنزير، وبتجيب القماشة السحرية بتاعتها وبتنفخه جواها. بس للأسف شيطان الخنزير بيكون قوي وبيقطع القماشة وبيخرج منها، وبيكون غضبان جدا وبيهجم عليهم. فبيهربوا بسرعة من المكان قبل ما يقع عليهم، وبيجروا بسرعة علشان يبعدوا عن الشيطان. وبيوصلوا عند البحيرة، وبتكون ديوان بتنزف من الإصابة اللي في كتفها وبتتألم جامد من الجرح. بتطلب من تانج انه يساعدها علشان يوقف النزيف، وبتقلع هدومها وبيكون مكسوف جدا منها. وفعلا بيساعدها وبيوقف لها النزيف. بتكون ديوان حبته، فبتقفل عينيها وبتقرب منه علشان يبص. بيهرب منها الجبان وبيسيبها وبيجري. وبيجي تاني يوم وبيروح تانج المعلم ويقول له انا فشلت لتاني مرة ومش عارف اعمل ايه، ولازم تشوف لي حل. فبيقول له معلمه علشان تتخلص من الشيطان الخنزير لازم تروح تقابل ملك الشياطين، وهو ده الحل الوحيد. هيعرفك ازاي تتخلص من الشيطان الخنزير، وعرفه على المكان بتاعه. وهو في الطريق بيقع في فخ وبيتعلق على الشجرة، وبيكونوا عاملينه مجموعة من الاشرار اللي في الغابة. بيعرف تانج ان دوان هي اللي قالت لهم يعملوا كده، بتقول له انا عملت كده علشان بحب، بس بيكون غضبان جدا منها. بتطلب دوان منه انه يتجوزها، بيرفض تانج بشدة وبيقول لها انا مش عايز اتجوز. بتغضب منه وبتحبسه جوه قفص. وبتحاول دوان تفكر علشان تشوف هتعمل معاه ايه. فبتيجي اختها وبتقول لها لازم تغريه علشان يحب، وتغيري من شكلك شويه وتتعلمي الرقص. وبتحاول ديوان تتدرب على الرقص علشان تغريه. فبتتفاجئ اختها بالرقص الغريب بتاعها، وبتعمل لهم عمل وهو ده الحل الوحيد علشان يتجوزوا. وتدربها اختها على الرقص علشان تعمل زيها. فبتدخل ديوان عليه الاوضه وبتعمل له حركات علشان يحس بيها، بس تانج بتجاهلها خالص. بتتعصب عليه وبتقعد تضرب فيه وبتسيبه وبتطلع من الاوضه. وفجاه بيتقلب السحر على تانج وبيقعد يرقص. بيشوفوا الناس اللي معاه هو بيرقص بشكل غريب، بيهجموا عليه وبيقعدوا يضربوا فيه. فبتدخل اخت ديوان عليهم وتقول لهم وقفوا الضرب. بتعرف ان في حاجه غلط حصلت في السحر اللي عملته. وفجاه بيظهر لهم الشيطان الخنزير، بيهربوا منه وبيدخلوا جوه العربيه الكبيره بتاعتهم. بيسوقوا العربيه بسرعه جامده علشان يبعدوا عنه. وفجاه بيظهر قدامهم وبيهجم عليهم بكل قوته. بتعرف ديوان ان في هجوم قوي جاي عليهم، وبتحاول تبعد تانج عن الخطر وبتزقه بعيد عن العربيه. وبيدخل الخنزير فيهم بكل قوته وبيدمر كل حاجه، بس بيطلعوا سلام ومفيش حد فيهم بينصاب. بيحاول الخنزير يقرب منهم علشان يخلص عليهم. وفي اخر لحظه بيظهر سائق شياطين قوي وبيهاجم الخنزير، بيشيله بكل قوته وبيحدفه بعيد. وبيخاف الخنزير منه وبيبعد عنه، وهي دي النهايه. وبيخلص فيلمنا. إن عجبك الفيديو متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أشوفكم على خير.